السلام عليكم لكل متابعين قناتي أعمال يدوية وأفكار حلوة كتير. يا رب دايما تبقوا بخير. بدأ الفيديو بتاعي زي كل مرة بالصلاة على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إن شاء الله الفيديو بتاع النهاردة يكون سهل وبسيط وهيعجبكم جدا لأنها من خامات احنا بنرميها مهلكة عندنا في البيت. طبعا كتير عندنا أزايز الدوني والمساحيق وأيا كان بقى من شبيه ذلك. أنا حوشت منهم شوية، طبعا انتوا عارفين ما برميش الحاجات دي خالص. بدأت أجيبهم وجمعت منهم مثلا 4 أو 5 على حسب ما انتي محتاجة، وقصيتهم طبعا، نضفت منهم الأشكال اللي انتوا شفتوها في الأول وبدأت إن أنا أقصها. أنا تقريبا هم 4 اللي أنا هستخدمهم، وهاجيب معايا الرول دوت الكرتون. احنا طبعا بيبقى موجود معانا بعد الستيكر أو الفويل أو أي حاجة بقى. هاجيبه وأقصه على المقاس اللي أنا عاوزاه، المساحة بتاعتي، وهبدأ إن أنا أثبتهم عليه. بسرعة بقى لايك للفيديو عشان احنا اللايكات دي بتفيدنا كتير خالص، بتدعم الفيديو بيوصل لناس كتير. بعد كده بقى هبدأ، طبعا ده شريط ستان، بس طبعا هو مش جنجاق كده، مش ألوان، هو لون واحد بس. أنا مش عارفة الإضاءة بتاعة المونتاج معلش جابته بقى حاجات كتير كده في بعض، بس طالع شكله ظريف يعني. هنبدأ نعمل بقى تثبيت كويس قوي للأشكال بتاعتنا ديت على الكرتون. على فكرة هو ثبت حلو قوي و... وكويس يعني، ما فكش ولا أي حاجة. بعد كده بقى الديكور ده بتاعك زي ما أنا بقولك دايما. أنا جبت فيونكات فوشيا ودرجة من درجات اللبني كده، يعني على حسب ما هي ظاهرة بقى في الإضاءة. هبدأ بقى أعمل درجتين زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. لو عندك استراس عايزة تحطيه وردات بالستان زي ما احنا، اللي أنا هعملها دلوقتي في الجزء اللي فوق ده، المتاح عندك ابدأي نفذيه وزي ما انت عايزة خالص، أو اللي موجود عندك برضو يعني. على حسب، مش شرط تشتري حاجة جاهزة، يعني حاجة تكون موجودة، تكون عندك في البيت، يعني حاجة تستخدميها وتكون متاحة. ودي الوردات الستان احنا عملناها كتير خالص برضو. ممكن اللينك بتاعها يظهر فوق دلوقتي على الشاشة لو انتوا عاوزين تعرفوا طريقة الصنع بتاعتها. هسيب لكم اللينك دلوقتي. بعد كده بقى، طبعا ده انا هستخدمه للمطبخ، مثلا احط فيه المعالق الشوك زي شيالة كده للحاجات اللي زي دي، هتبقى ظريفة جدا. ده طبعا الجزء اللي كان باقي من يعني الجزء اللي احنا قصيناه. خلي بالكم عشان كنت هغلط غلطة شنيعة دلوقتي، كنت هقص اليد بتاعة الشكل، لكن انا محتاجة اقص الجزء اللي انتوا شايفينه ده. بعد كده بقى هبدأ اساوي الحروف بتاعة الشكل بتاعي، يعني بقدر المستطاع تبقى متساوية، بحيث اما اجمعهم مع بعض اقدر ان انا اثبتهم كويس. زي ما انتم شايفين كده بقى، هبدأ اجيب ال3 او ال4 بتوعي على حسب ما انت محتاجة، وهبدأ ان انا اثبتهم كويس جدا مع بعض، بحيث اعمله منظم تاني برضو للادوات المدرسية مثلا، اي حاجة بقى يعني زي ما انتوا عايزين. يعني اتمنى الفكرة تكون عجبتكم لانها سهلة وبسيطة جدا جدا جدا، وما رميناش حاجة، يعني احنا برضو استفدنا بالحاجة، ما رميناش منها اي شيء. بسرعة بقى لايك للفيديو يلا. نيجي بقى للفكرة اللي بعد كده. الفكرة دي طبعًا عبارة عن كرتونة عادية، من يعني، على فكرة دي كرتونة أحذية زي ما أنا شرحتها المرّة اللي فاتت، وكرتونة تانية عادية فككتها وأخدت المقاس بتاع الكرتونة ديّة تقفيلاتها، وبدأت أغلّفها. أنا طبعًا ما بادّيش مقاسات لإن على حسب المتاح عندِك للأسف، يعني مش هاعرف أدّيكِ مقاس معيّن. غلّفتها بقماش الجوخ. تختاري طبعًا الشكل واللون اللي أنتِ عايزاه، وهتبدئي تغلفيها. ممكن طبعًا عندنا اختيارات، ممكن sticker أو أي شكل تاني. أنا أخدت الsticker وبدأت إن أنا أغلفه برضه، وعملت من اللون الزهري ده، عملت جوّه منه بحيث أرُد اللون معايا. وهابدأ أجيب ألزق الأول الكرتونة بتاعتي، وبعدين أعمل الديكور اللي أنا محتاجاه. بس أثبّتها كويس. على فكرة ميزة القماش ده إن هو بيثبت حلو أوي مع الحاجة، يعني الحاجة اللي أنتِ عايزة تثبّتيها بتثبت معاكِ كويسة جدًا. هابدأ بقى أجيب الديكور بتاعي النهائي، وأبدأ إن أنا أحطّه زي ما أنتم شايفين كده.
هبدأ بقى احط الاطار اللي انا جبته ده بحيث ان انا اديله شكل مختلف شوية. هبدأ ان انا اجيب تاني قطعة من الكرتون صغيرة كده بالمساحة اللي انتوا شايفينها، لان دي هتبقى اليد بتاعة الشنطة. وهبدأ اعمل لها تنايات من الجنبين بحيث تتثبت كويس خالص على الشكل بتاعي. على فكرة ممكن اعمل جيوب داخلية من جوه كمان، بس خلي بالكوا للأسف الجزء اللي هو بتاع يعني التقفيلة بتاعة الشنطة ديّة أنا عملتها بسكotch، فطبعًا ما بانتش للأسف عذرًا يعني. ولكن إن شاء الله هابقى أوضحها لكم في فيديو جاي بإذن الله. وطبعًا دبابيس ضغط كده ظريفة أحطها بحيث تدّيني الstyle بتاع الشنطة يعني. ودي فكرة يا رب تكون عجبتكم. الفكرة اللي بعد كده برضه زي ما أنتم شايفين كرتونة قديمة مش جديدة. الكرتونة ديّة أنا هابدأ أجيبها وأعملها منظم ظريف خالص زي ما هتشوفوا بالضبط. أنا طبعًا جِبت sticker وهابدأ أجيب دانتيل من محلات الكُلَف والخيوط. حاولت إن أنا أختار الألوان اللي موجودة يعني هي درجات يعني موف في بينكات كده، بحيث تدّي شكل ظريف وتقفّل لي الكرتونة من برّه. وهابدأ برضه أجيب استراس سوري sticker وهابدأ إن أنا أحطّه على الجوانب بتاعة الكرتونة. دي طبعًا وردية حلوة كده ظريفة حطيتها. عملنا الحاجات دي كتير خالص. أنا عملت كوكتيل شوية من الألوان، لكن هو لايق على بعضه وإن شاء الله يعجبكم. وهابدأ بقى أقفل الكرتونة جوّه بالمساحات اللي أنا محتاجاها. أتمنى الفيديو يكون سهل وبسيط وخفيف عليكم. أتمنى إن هو يعجبكم، وأتمنى الناس الجديدة اللي أول مرّة تزور قناتي بسرعة اشتراك على القناة وسبسكرايب. وما تنسوش أهم حاجة تفعّلوا رمز الجرس عشان يوصلكم كل جديد فيديوهاتي. ولايك وشير للفيديو.